السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده فيديو جديد يكون مختلف جدا بناء على طلب متابعة من المتابعين بتوعي. عايزة ميزانية شاملة فطار وغدا وعشاء ب 250 جنيه ان شاء الله. النهارده هنعملها مع بعض، يلا بينا. ان شاء الله النهارده هنعمل ميزانيه مع بعض اللي هي ميزانيه 250 جنيه في الاسبوع، شامله الفطار والغدا. طبعا قبل ما نبدا الميزانيه بتاعتنا ديت احنا بندعي دايما لكل الناس ان ربنا يرزقهم ويوسع رزقهم، وكمان يبارك لهم في رزقهم. اللهم امين. الميزانيه دي طبعا كانت بسيطه جدا، 250 جنيه في الاسبوع مبلغ يعني الحمد لله على كل حال، بس كان مبلغ بسيط جدا. بس قبل ما ابدا الميزانيه بتاعتي ان شاء الله انا بدعي لاختي اللي بعتت لي الكومنت او سالتني، وبنصحها نصيحه ان شاء الله اتمنى انها تعمل بيها علشان خاطر ربنا يوفقها ان شاء الله وتقدر تمشي بيتها وتمشي الميزانيه بتاعتها. اول حاجه عليكي بالذكر كتير، الصلاه على الرسول كتير بنيه قضاء الحوائج، وكمان عليكي بسوره الواقعه تقرايها كل يوم بنيه الرزق ان ربنا يكتب لك الرزق. تالت حاجه تقري سوره ياسين بنيه باي حاجه بقى، بنيه الفرج، بنيه ربنا يوسع لك في رزقك، يرزقك من حيث لا تحتسبي، بنيه صلاح الاولاد، بنيه التوفيق، بنيه الزواج، بنيه اي حاجه نفسك فيها، بنيه النجاح. آه، اتمنى ان انت تقري سوره الواقعه علشان هي بتجلب الرزق، لحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بكده. وكمان سوره ياسين لما قرأ لها، سوره ياسين بتتقرأ لما قرأ لها. ان شاء الله النهارده هعمل معاكي الميزانيه، هديكي بس مجموعه من الافكار كده اللي تخليكي تمشي الاسبوع بتاعك بال 250 جنيه. تقدري انت تغيري فيها حاجه، تقدمي حاجه وتاخري حاجه، مفيش مشكله خالص. اول حاجه تقول بسم الله. احنا عندنا هنا ميزانيه اربع افراد، هي قالت لي ان هم اربع افراد، والميزانيه شامله 250 جنيه شامله كل حاجه. اول حاجه هنبدا معانا بالفطار وفي العشاء. اول حاجه علشان خاطر يبقى عندنا دايما الخير والبركه في البيت والاكل دايما موجود في البيت، ما نحتاجش حاجه من بره، او ما يجيش علينا طوارئ تخلينا نمد ايدينا. اول حاجه لازم يكون عندك المخبوزات في البيت بتوفر كتير جدا. هنجيب في الاسبوع كيلو واحد دقيق، هنجيب هنا كيلو دقيق وكوبايه سمنه. الكيلو دقيق ده عندنا هنا عامل 16 جنيه، في كيلو عامل 17، في كيلو عامل 18، على حسب السعر اللي موجود عندك. وهتجيبي كوبايه السمنه، كوبايه السمنه برضو على حسب السعر اللي موجود عندك. ولنفرض ان كيلو السمنه عامل 80 جنيه، ماشي، يبقى النص عامل 40، يبقى الربع عامل 20. انت هاتي كوبايه سمنه معاكي واعملي بيه. هنقول مثلا ب 20 جنيه سمنه وب 20 جنيه مثلا خميره ودقيق، هيبقى معاكي 40 جنيه. ضمن هتعملي مثلا الاسبوع ده هعمل الكيلو الدقيق ده اهو قرص طريه، هيمشي بكوبايه دي وكيلو سمنه وصابع الخميره. هتعملي هتحطي عليهم مع كوبايه زبادي صغيره وشويه ميه وتعملي قرص طريه ان شاء الله تطلع جميله وزي الفل. هتعملي بالكيلو الدقيق ده اهوت منين او بقسماط، هيكفيكي، هيطلع حلو. هتعملي بيه مثلا باتيه، اللي هو اللي تعجنيه بطريقه مختلفه شويه، تحطي عليه معلقه صلصه زي عجينه القرص، صلصه طماطم موجوده من البيت، وتحطي عليه لون كركم او بابريكا، وتعجنيه كده وتحشيه جبنه فلاحي، هيبقى معاكي باتيه. الاسبوع ده عملت قرص طريه، الاسبوع اللي بعده هعمل باتيه، الاسبوع اللي بعده هعمل بقسماط او منين ساده، بكوبايه شاي بكوبايه لبن ساده خالص، مفيش اي حاجه، بمعلقه عسل، كله هيمشي معاكي. وهتعملي كل اسبوع حاجه مختلفه عن الحاجه اللي قبلها. يبقى عندنا الكيلو دقيق ده اساسي عندك على طول. انا عندي دايما لازم كل اسبوع بعمل لهم حاجه بكيلو دقيق، حاجه مختلفه. زهقت من كل المعجنات، بعمل بكيلو دقيق دهوت مثلا صينيه كيكه المره دي، صينيه بسبوسه، صينيه تورته مثلا كده اقتصاديه، اي حاجه. دي بالنسبه للفطار بتاعنا. الفطار بتاعنا كمان هنعمل ايه؟ هنجيب نص كيلو فول للتدميس. النص كيلو ده عندنا هنا في بلدنا احنا عامل 15 جنيه، ونص كيلو جبنه قريش. هنفطر مثلا هنسوي الفول ده، هو نص كيلو الفول ده هو والله العظيم بيكفيني الشهر كله. والنص كيلو جبنه القريش ده عامل 30 جنيه، يعني 45 جنيه. هتعمليهم لايه؟ للفطار برضه والعشاء. مثلا هتعملي الفول ده وتسويه وتعبيه في قلب اكياس صغيره كده، قيمه الكيس مثلا ب 5 6 جنيه، وتحطيه في الفريزر. النهارده انا مثلا فطرت النهارده مثلا فطرت قرص طريه بكوبايه شاي وبحته جبنه مثلا قريش من اللي عندي. يبقى انا مثلا هاجي في العشاء اطلع طبق فول، احط عليه شويه ليمون وشويه زيت مش عارفه ايه، وحته جبنه قريش بطماطميه وخياريه كده ورغيفين عيش، وهنسمي الله وناكل. بروتين كويس جدا، وكمان هناكل ونشبع والحمد لله. ممكن نستبدل الجبنه القريش مثلا في تاني اسبوع، لو انت مثلا جبت جبنه قريش اول اسبوع تستبدليها بعسل، استبدليها ببيض ب 30 جنيه دم، استبدليها بمثلا حلاوه. هاتي بال 30 جنيه ده همت مثلا ايام الفراوله 2 كيلو فراوله، كان ايام الفراوله دي كانت ايام ما كانت انا جايباها مخزنه الفراوله على 15 جنيه. هاتي 2 كيلو فراوله ونص كيلو سكر واعمليهم مربى يكفوكي فتره طويله. الفراوله خلصت اعملي بالتين. دلوقتي في جوافه، وانا جوزي قبل كده جايبناها من السوبر ماركت مربى جوافه، وكانت جميله جدا وتحفه. الجوافه دلوقتي كيلو عامل 10 جنيه، لو جبت 2 كيلو ب 20 جنيه هيعملوا لك حله مربى. وتشكلي كل اسبوع حاجه، ايه هيبقى معاكي 40 و40 جنيه 80 جنيه فطار في الاسبوع، فطار وعشاء. احنا كده قلنا الافكار اللي تنفعنا في
في الفطور. هنخش بقى على الغدا بتاعنا. اللهم صل على سيدنا محمد. الغدا بتاعنا كل يوم هيبقى فيه اكله مختلفه، برضو فيها بروتين، بس البروتين بتاعنا مختلف. هنبدا مثلا باول يوم. دلوقتي الفراخ رخيصه جدا، انت بالنسبه ليكي علشان انت ميزانيتك بسيطه هنعمل برضو ميزانيه محترمه. احنا عندنا هنا الفراخ، في هنا مجزر فاتح جنبنا بيبيع اللحمه بتاعت الشاورما بتاعت الفراخ الكيلو ب 70 جنيه. هتجيب لك مثلا نص كيلو ب 35، وهتجيب لك نص كيلو مكرونه وتعملي مثلا ب 35 ونص كيلو مكرونه قولي ب 15 جنيه، يبقى كده كام؟ 50 جنيه. هتعملي صينيه مكرونه بالفراخ. ربنا كرمك وعندك شويه لبن اعمليها مكرونه نجريسكو. مفيش لبن اعمليها مكرونه بالفراخ مسلوقه ومتشوحه كده بالفراخ. ده يوم. غيري مثلا لو انت مش عايزه تعملي مكرونه بالفراخ، هاتي نص فرخه ب 60 جنيه. الفراخ عندنا الكيلو عامل 64 جنيه، انا بنزل اجيب الفراخ من المجزر عامل 64 جنيه. هتجيبي نص فرخه ب 60 جنيه، هاتي الفرخه 2 كيلو الا ربع، قطعي نص فرخه على 4، اعمليها في صينيه بطاطس ومعاهم ربع كيلو رز وربع كيلو شعريه ب 10 جنيه، وقضي اليوم بتاعك يبقى ب 60 جنيه. مش عايزه تعملي ده ولا ده، هاتي لك ربع كيلو لحمه مجمده. ربع كيلو لحمه مجمده برضو عامل 60 جنيه. لو انت عايزه تاكلي لحم، ربع كيلو لحمه مجمده حط عليه شويه بقسماط وفرومي كويس، حط عليه بصلايه وعود خضره واضربوهم كويس جدا في الكبه، ما عندكيش كبه خالص بالمخرطه، واعملي بيهم ايه؟ كفته داوود باشا. خوري كده اللحمه بتاعتك وبعدين بدرها بدقيق، شوحها في قلب معلقه زيت او معلقه سمنه، وبعدين اعملي فيها ايه؟ وبعدين اعملي صلصه كده بالطماطم وبالبصل، وحطي في قلبها اللحمه بتاعتك الكفته اللي احنا كورناها ديت. عايزه تزودي الكميه حطي عليها كوبايه فول صويا وبيضايه، هتفرط لك الكميه كتير جدا. والفول الصويا فيه قيمه غذائيه برده كويسه. ناس بتقول لك الفول الصويا وحش، احنا مش بناكله كل يوم. الكلام ده للمجمدات اللي احنا بنجيبها من بره، بتبقى كلها عباره عن دهن وفول صويا، اللي هي الهمبرجر والهوت دوج والسوسيس والحاجات دي كلها عباره عن دهن ومكسبات طعم ورقعه وايه وفول صويا. لكن احنا بنحطه بايدينا في البيت بنسبه معينه. هاتي هياكل، عندنا الكيلو هياكل عامل 50 جنيه. هاتي بقى كيلو ولا ربع كيلو على حسب ما انت مزاجك، وبتدي منابك للطفل او للكبير عندك كام قطعه او كده. هتجيب ال 50 جنيه ده هما اجنحه، هتحطيهم في شويه دقيق كده مع شويه توابل ومعاهم شويه رز بالصلصه، وتحمري تقطعي بصلايه كده وتحطي عليها الرز وتحطي عليها معلقه عسل نحل ومعلقه صلصه طماطم. يبقى ايه؟ يبقى الرز اللي هو بتاع المطاعم الكنتاكي. وهتحطي ال الاجنحه اللي تقطعها كده على جزئين اتنين مع شويه توابل وشويه ملح وفلفل اسود ومش عارفه ايه، وتعملي عجينه كده زي عجينه القرنبيط عباره عن دقيق ومعلقه نشا، وتحطي في قلبها الاجنحه دي بالتوابل وتسيبيها شويه. بعد ما تفتحي الاجنحه طبعا، وبعد كده تاخديها تحطها في دقيق بس، وبعدين تقليها في الزيت، يبقى عندك كنتاكي. يبقى يبقى اكلنا، احنا اكلنا اكل كويس بايه؟ باقل تكلفه واقل امكانيات موجوده عندنا. طبق الاجنحه ده لو انت بتجيبيه من بره وقسما بالله بيبقى غالي جدا. الكيلو الاجنحه ده لو انت بتجيبيه من بره بيقطع له 250 300 جنيه. انت هتعمليه في البيت ب 50 جنيه مع شويه رز، قولي يا شيخه هجيب نص كيلو رز ب 10 جنيه وشويه دقيق، عندك ربع كيلو دي هيكفيكي. نجيب في الاسبوع علشان نعمل الحاجات اللي احنا طلبناها دي كلها، عشان نعمل بقى الرز ونعمل الفراخ ونقلي في الزيت، نجيب ازاي زيت ب 50 جنيه، اللي هي ازاي زيت زيتنا. بصي في ازاي لتر ب 50، وفي ازاي لتر ب 75، وفي ازاي لتر ب 65، بتختلف من شركه لشركه. مش لازم نجيب الشركه التوب يعني. هاتي زيت زيتنا ب 50 جنيه حلو قوي. هنيجي مثلا يوم تاني، يوم مثلا هعمل ايه؟ هعمل كشري. هجيب تمن عدس بكبه، ربع كيلو شعريه، ربع كيلو رز، هنتكلم على اكل يكفي 4 افراد. ربع كيلو شعريه هجيب ب 5 جنيه طماطم، هجيب نص كيلو مكرونه مشكله، وتمن كيلو عدس. احنا عندنا تمن كيلو عدس عامل 7 جنيه، وساعات في محلات بتبيع ب 6 ونص، في محلات كده بيبقى بتبيع جمله. تروحي جايبه الحاجات دي كلها وعاملاها مع بعضها، مش هتكلفك 30 جنيه 35 جنيه اليوم. غدا يوم تاني انت ابنك في درس او انتوا في مشوار او بتكشفوا عند دكتور او اي حاجه واتاخرتوا في الطريق وجوعتوا ودخلتوا تجيبوا علبه الكشري، علبه الكشري قد كده اهو، قد كده وصغننه كده اهو، عامله 20 جنيه، ما بتكفيش فرد واحد. احنا هنعمل بال 30 جنيه ده اهو يكفي 4 افراد، وهتاكلوا وتشبعي وتقولي الحمد لله. يبقى يوم عملنا كشري. هنيجي مثلا اليوم اللي بعده، عندنا الكبد والقوانص عامله 80 جنيه الكيلو. المجزر ده هاتي لك نص كيلو، شوحيه بشويه بصل وشويه فلفل الوان. عايزه تزودي الكميه قشري بطاطسايه مكعبات كده وحطها معاه مع شويه كمون وشويه فلفل اسود، وشوحها كويس جدا وحطها في قلب سيرفيس كويس وبيعيش من بتاع الطابونه اللي احنا بنجيبه ونقضي الغرض والحمد لله. فيها برضو بروتين وكويسه جدا وجميله جدا. ده يوم تاني مثلا. هنيجي مثلا اليوم اللي بعده، هنجيب 8 كيلو عدس اصفر. 8 كيلو عدس الاصفر عندنا عامل 7 جنيه. انا مش عارفه انت من اي محافظه والسعر عامل عندك كام. حط عليه بطاطسايه وجزرايه وطماطمايه وتشوحهم كويس، وبعد تضيفيهم شويه شوربه من عندك او شويه ميه وتسيبوهم يستووا. وبعد ما يستووا اضربوهم في الخلاط بالهاند بلندر لو انت عندك هاند بلندر. تشوحي لهم شويه شعريه
وهيبقى غدا زي الفل. تقطعي بقى جنبهم بصله كده، تدعكيها كده بالخل والملح والليمون، تحطي معاهم ربطه الجرجير، وغدا زي العسل وفيه بروتين وكل حاجه. يبقى احنا ماشيين يوم كده ويوم كده، يوم كده ويوم كده. فكره تانية برضو، لو انت عايزه تاكلي مثلا سمك، انت عايزه تاكلي سمك وفي الاسبوع، ماشي، هنجيب نص كيلو سمك سردين. سمك السردين عندنا الكيلو عامل 80 جنيه. هتنضفيه كويس وتعمليه بالزيت والليمون والخل. هتقسمي، هيجوا لك سمكتين اتنين كبار، هتقسمي كل سمكه نصين اتنين، كل فرد فيكم قطعه. مش هيكفوا، وعايزه حاجه تغمسي، قطعي بطاطسايه تحت صينيه السمك، تبلتي السمك بالملح والفلفل والخل وكل حاجه زي الفل. اروح جايه عامله ايه، جايبه صينيه بطاطس، جايبه صينيه مقطعه بطاطسايه كده، حاطه عليها معلقه زيت وشويه كمون وشريحتين طماطم. ما انتش عايز تحطي طماطم مفيش مشكله خالص، حطي فلفل اخضر. وروحي جايه عصره ليمونه كده على الوش، وروحي رصه السمك فوقيها، وبعدين روحي مدخلها الفرن. واول 5 دقايق على نار عاليه، بعد كده على نار هاديه، وتسيبها مع نفسها كده لحد ما تستوي وتاخد وش. بألف مليون هنا وشفا. ما عندكيش فرن، حطها على وش البوتاجاز من فوق وغطيه. يبقى احنا كده كان ايه، كنا سمك. طب انا كل مره هاكل صينيه سمك؟ لا، المره دي عملته صينيه. المره الجايه ليه سمك السردين قسما بالله بنجيبه بنقليه، طعمه احلى من الشوكه ومن التونه ومن مش عارفه انتوا عندكم ومن البولتي. ومشي نفسك ومشي ظروفك لحد ما ربنا يكرمك. هاتي مثلا نص كيلو سمك ده، هو الاسبوع التاني انت جبت اسبوع عملتيه كده واسبوع عملتيه بطريقه تانيه، الاسبوع التالت هاتيه خليه عباره عن شويه ملح وشويه شطه وشويه كمون. النص كيلو سمك ده ياخد معلقتين من كبار ملح. في قلب كيس من بتاع التلاجة، روحي فاتحه غاسله السمكه حلو منشفاها من الميه، ما تخليش فيها ميه خالص عشان ما تعملش ريحه معاكي ولا ريم. وروحي جايبه الفتحه الخيشوم من ناحيتها، حاطه شويه ملح بشطه بكمون كده، تبقى لمهم على بعضهم، تحطي معلقتين اتنين ملح كبار عليهم ربع معلقه شطه وربع معلقه كمون. وروحي جايه حاطه في الخيشوم ده شويه، الخيشوم ده شويه، ورشي على السمكه من بره كده، روحي مدخلاها في الكيس، والسمكه التانيه كذلك. واربطي الكيس 3 ايام بالظبط، 3 ايام هتاكلي سمك السردين. يعني افكار كتيره جدا تقدري تعمليها بال 250 جنيه. ولو جمعتي الفلوس اللي احنا ان شاء الله تطلعوا 250 جنيه، وصدقيني وخلي عندك يقين وايمان بالله ان انت لو واظبتي على صورة الواقع كل يوم بنية جلب الرزق، وقلتي دعاء جلب الرزق، هاتي كده دعاء جلب الرزق من على النت هتلاقيه. وانا والله كنت حافظاه بس هو تايه عن بالي دلوقتي. ولو قلتيه ان شاء الله ربنا هيكرمك ويبارك لك في رزقك، وهيرزقك ويبارك لك في ال 250 جنيه دوت اكنهم 2500 جنيه. يمكن في اليوم اللي بعد كده ممكن تعملي ايه، تعملي مكرونه وبيض وسلطه. هتجيبي 4 بيضات ب20 جنيه، نص كيلو مكرونه ب10 جنيه، تحمري المكرونه او تسلقيها وتسلقي جنبها البيض وشويه سلطه، ونبقى قضينا اليوم بتاعنا ده كله ب30 جنيه. اكون قدرت اوفي إيه طلبك، وكمان اكون قلت لك على اي افكار كده ممكن تكون تقدر تساعدك في تساعدك في مصروف البيت، وازاي تمشي نفسك في مصروف البيت. وخصوصا ما تنسيش اختك بلايك حلو ومنتك وكومنت وترد عليا تقول لي انت شفت الفيديو ولا لا. ربنا يجعلكم يا رب نعمه في حياتي، واي حد نفسه في اي طلب يقدر يقول لي. لو